السلام عليكم، معكم شيوات الساخي. كنتمنى ربي كلكم تكونوا بخير وعلى خير وبصحه جيده. اليوم البنات كما كتشوفوا معايا غادي نشارك معكم واحد الشناك كيجيو البنات لذاذ بزاف وكيجيو مورقين، وغادي نحشيوهم بالزبيب والمربى. كيجيو البنات خطيرين واقتصاديين. قبل ما ندوزو المقادير وطريقه التحضير ما تنساوش تدعموا القناه ديالي، ديروا ليها لايك وتشتركوا فيها وتبارطاجيوها مع الاهل والاحباب ديالكم. الله يجازيكم بخير. بسم الله على بركه الله. ندوز المقادير وطريقه التحضير. المقادير كما قلت لكم، عندي هنايا 4 ديال الكيسان ديال الدقيق. انا كنعبر بهذا الكاس، نتوما عبروا بتقريبا نص كيلو ديال الدقيق. وعندي هنايا واحد المعلقه ديال الخميره ديال العجين، خميره حبيبات. غادي ندير واحد المعلقه. هنايا عندي خماره ديال الحلوى، وعندي هنا بيضه البنات. غادي نستعمل غير بيض البيض وغادي نحتفظ بالصفر. هنايا عندي واحد المعلقه ديال الزبده، وعندي واحد الكاس ديال الحليب. بالنسبه للبنات الكاس انا درت كاس ديال الحليب، وغادي نزيد مازال واحد شويه ديال الماء، تقريبا واحد نص كاس ديال الماء. غادي ندير 2 معالق ديال السنيده كتبقى على حسب الاختيار ديالكم، تقدروا تزيدوا تقدروا تنقصوا. هنايا عندي واحد شويه ديال الملح، واحد المعلقه ديال الزبده، وغادي ندير واحد 3 المعالق ديال الزيت الروميه. صافي هادشي اللي غادي ندير. غير البيض البيض، ما غاديش نديرو الصفر، والصفر غادي نحتفظوا به باش ندهنوا الشنيك ديالنا من الفوق. غادي ندير واحد خماره ديال الحلوى، وغادي ندير واحد المعلقه كبيره ديال الخميره ديال العجين، خميره حبيبات. صافي وكنخلط هادشي كامل. كندخل هادشي كامل مع الدقيق ديالي، كندخل الزبده والزيت ودوك داكشي اللي درت، وغادي ندفيو البنات هذا الكاس ديال الحليب. غادي ندفيوه عاد غادي نعجنوا به العجينه ديالنا. صافي غادي نبقى نخلط في العجينه كما كتشوفوا معايا. غادي ندير كاس الحليب، واللي ما بغاش الحليب راه بامكانه انه يعجن غير بالماء بلا ما يدير الحليب. انا غير درت الحليب. راه كيجيو البنات حتى بالماء كيجيو رائعين وكيجيو غزالين وكيجيو البنات بنان. صافي هنا البنات كما قلت لكم، راه هاد الشنيك كيجي مورق وكيجي بنين بزاف. وهنايا غادي نزيد واحد نص كاس ديال الماء. بالنسبه للبنات هاد العجين هذا كيجي مرخوف، ما كيجيش قاصح، كيجي شويه كتلصق في اليدين. صافي ها نتوما معايا حتى كندلك هاد العجينه هذه ونتلاقى معكم ان شاء الله. صافي البنات هنايا بعد ما كندلك العجين ديالي مزيان، راه العجينه خصها تجي مرخوفه، غادي نرش هاد ما تكونش قاصحه ديال الدقيق وغادي نخليها تخمر. هانتوما شتيو معايا، غادي نخليها تخمر شويه. غادي نغطي عليها بفيلم اليمونطير وغادي نخليها ترتاح. صافي بعد ما ترتاح العجينه ديالنا غادي نتلاقاو باش نشكلوا العجين ديالنا. هنا البنات باش نورقوا هاد الشنيك عندي 150 غرام ديال الزبده مارغرين. بالنسبه للحشوه عندي المربى، اللي ما بغاش المربى غادي الفران كتخليوها حتى كتسخن، ماشي كتذوب غير كتسخن، وكتخلطوها بالمعلقه. صافي هادو هما، هذه هي الحشوه ديال الشنيك ديالنا. صافي عندي العجينه هنايا راه هي خمرات. غادي نحاول البنات نطلقها بالمدلك. العجينه راه كتجي رطبه وكتجي ساهله باش نخدموا بها، ما كتجيش قاصحه، حيت العجينه ديال الشنيك يعني كتجي مرخوفه. ها نتوما كما كتشوفوا راه ساهله. صافي غادي نحاول نطلقها مزيان. هاد الطريقه البنات راه كتجي غزاله وساهله بزاف، حتى بالنسبه اللي باغي يدير الكرواسون يعني كتجي بها زوينه. صافي كنحاول نطلقوا العجين ديالنا مزيان، كنحاولوا نرقوه.
صافي كنحاول نطلي هاد الوجه ديال العجين بالزبده. هانتوما كنحاول نطلي كاع الجوانب بالزبده. صافي وغادي نحاول نطوي العجين ديالي على شكل بحال بغينا نديرو مسمن، وغادي نردو هاد الجهه الاخرى، غادي نحاولوا نقادوه، غادي نحاولوا نقادو العجينه ديالنا كما كتشوفوا معايا. يعني الطريقه راه واضحه البنات. صافي غادي ندير واحد شويه دقيق، نجمعوا العجين ديالنا. ها انتم الطريقه. صافي وغادي نخليها شويه غير ترتاح شويه وغادي نطلقها معكم. صافي غادي نخليوها ترتاح. من بعد ما ارتاحت العجين ديالنا، بغيتو تدخلوها الثلاجه دخلوها باش تشد شويه، ما بغيتوش كنخدموا هذيك الساعه. انا هنا بالنسبه للبنات انا ما دخلتش العجين ديالي الثلاجه، يعني خدمته ديك الساعه. بالنسبه للعجين راه كيكون العجين ديالنا مرخوف وغادي عاوتاني وكيسهل علينا باش نورقو. صافي البنات كنديروا غير جوج طويات. صافي هذه هي الاخرى، وكنخليو العجين ديالنا حتى كيرتاح. صافي وغادي نتلاقاو باش نشكلوا الشنيك ديالنا. صافي بعد ما ارتاحت لينا العجين كما قلت لكم راه كنديروا غير جوج طويات. صافي غادي باش يجينا شويه مرق، داكشي علاش طويت مره ثانيه. غادي ندير كما كتشوفوا المربى. صافي غادي ندير كما كتشوفوا معايا الزبيب، وغادي ندير الشكلاط. اننا نجمعوها. هانتوما كما كتشوفوا معايا ما تزيروش الشنيك ديالكم، حاولوا انكم ملي كتطويو ما تجمعوش بزاف باش ما يجيكمش مدقس. صافي غادي نجمع الجناب كما كتشوفوا، وغادي نحاول انني نطلق شويه الحربول ديالي باش يجيني شويه ما يجيش غليظ. صافي بنات نقطع بالخيط، تقدروا تقطعوا بالسكين ولكن انا الخيط كيجيني ساهل بزاف. صافي كنحطوا هاد الشنيك ديالنا في الطاوه ديال الفرن. حاولوا ديروا في الطاوه بابي كويسون باش ما يلصقش لكم هاد الشنيك. راه كيجي البنات ساهل، يعني دغيا دغيا كتسالي، خصوصا ملي كتقطعي بالخيط راه كتجي طريقه اللي هي ساهله بزاف وما كتعذبناش. صافي البنات ها هو الشنيك ديالي، يعني نخليه تيخمر ليا شويه، وغادي ندهنو بالصفار ديال اللي خلينا بالصفار ديال البيض وشويه ديال القهوه. انا درت ليه شويه ديال القهوه سريعه الذوبان باش تحيد لي ديك الزفاره ديال البيض. وغادي ندخل الشنيك ديالي كما قلت لكم الفران شعلته على 160 درجه، شعلت ليه غير لتحت. غادي نخليه، غادي ندخلو للفران، غادي نخليه حتى كيطيب من التحت وكيتنفخ مزيان، وكنشعل ليه من الفوق باش يتحمر، وكيجي البنات غزال غزال، يعني كيجي رائع. صافي وملي كنخرجوه كندهنوه يا اما بالناباج يا اما بالعسل، وكندردرو عليه الكاوكاو او اللوز اللي عندكم في الدار، او خليوهم غير كما هما راه كيجيو رائعين وكيجيو غزالين. طيب الشنيك ديالنا كنقدموه لكم بالصحه والراحه، كيجي رائع البنات، كيجي غزال. كنتمنى ان الوصفه ديال اليوم كما قلت لكم تعجبكم، ومع السلامه مع شي وصفه جديده ان شاء الله، ومع شي حاجه جديده ان شاء الله باذن الله.